وبعض الناس يعني ديال القانون يقدروا يشرحوا لنا اكثر. الان يتصلوا بنا ويشاركوا معنا في النقاش دائما على 0522 77 24 24. أصوات جرأة النقاش الحر والمفتوح. كريم 39 سنه، مسؤول تجاري مدينه الدار البيضاء. كريم صباح الخير واهلا بك معنا على اصوات. صباح الخير سيدي، كنشكروك سي عز الدين. اهلا بك معنا. كنشكروا الطاقم التقني. شكرا لك كريم. اول مره غير خصنا نوضحوا واحد المساله بسيطه. نعم. اول مره يعني كاين واحد لا كوميونيكاسيون اللي كاينه ما بين الحكومه اللي غادي تعين وما بين هذا الشيء اللي غيوقع دابا ديال الميثاق وهذا الشيء. كاينه كوميونيكاسيون، الشعب متابع هذا الشيء. نعم. ما كانش هذا الشيء. هذه نقطه. النقطه الثانيه كنظن ان الميثاق اللي اول مره يمكن في تاريخ المغرب انه ميثاق غادي يديروه الحكومه كلها، شي حزب بوحدو ويديروا ويطبق عليه. انا اللي كنطلب انه خصو يكون في هذا الميثاق اول حاجه يكون غير يكون الوضوح. نعم. كنقال بالكريم واحد هذا يكون غير الوضوح، غنديروا المغاربه غنديروا ما غنديروش ويكونوا قطاعات على راسهم. كاين العدل مهم بزاف. يعني المواطن البسيط ملي غيشوف تغيير في العدل، التغيير يكون قضاء نزيه، مجموعه ديال الامور، راه مجموعه ديال الامور غيكونوا استثمارات، غيكونوا مجموعه ديال الامور. هذه نقطه. نعم. كاين النقطه الثانيه هي النقطه ديال التعليم. فانا التعليم حتى هو فيه اشكاليه كبيره. يعني الا حسينا بالتغيير في نمط التعليم، في المده ديال التعليم، في المنظومه التربويه، في مجموعه ديال الامور، كنظن ان هادو نقاط مهمه. نعم. يعني التعليم والعدل. نعم، هادو بالنسبه لك هما الاهم المجالات اللي خاص ربما في الميثاق يتكلم فيها بصراحه ويعطي مجموعه من المحددات. ما غنهضروش على محاربه الفساد وهذا الشيء، ما نذكروش، ولكن العدل انا كنظن العدل والتعليم بجوج كيمشيو في هذا الناحيه ديال محاربه الفساد، محاربه مجموعه ديال الامور. نعم. كريم 39 سنه، مسؤول تجاري مدينه الدار البيضاء. شكرا لك، ودائما نواصلوا النقاش معكم مستمعينا على 0522 77 24 24. دائما لكم الكلمه على اصوات. أصوات للمستمع رأي. احمد 53 سنه، اطار مدينه الرباط. احمد صباح الخير واهلا بك معنا على الاصوات. اهلا وسهلا. اهلا بك احمد. لا تكلمنا على ميثاق الاغلبيه الحكوميه، انت بالنسبه لك شنو هو الاشياء اللي كتبان لك خاصها تكون فيه خلال يعني ويلتزم بها الاغلبيه مع الناس، مع الشعب المغربي خلال الولايه ديالها؟ الميثاق انا تنعتقد على انه الحزب اللي فائز بالاغلبيه واللي كتسند لرئاسه الحكومه هو اللي خصو يفرضه، لانه هو اللي خصو يتحكم في سميتو. ما يكونش راينا ديال الاحزاب الاخرى اللي سبق لها مشاركات، والمشاركات سبق لها مشاركات في السير العام، وديك المشاركات ديالها باقي فيها القيلول قل لحد الساعه. نعم، ولكن احمد مني كيوصلنا يعني بلاغ فقط البلاغ اللي قدامي الان انا كنقرا لك منه كيقول بان ميثاق الاغلبيه الذي تشتغل عليه لجنه مكونه من ممثلي الاحزاب المشكله للتحالف اصبح قاب قوسين او ادنى من نهايته. يعني هذا باللغه العربيه كنقولوا بانه قرب، وفيه يعني مجموعه من ممثلي ديال الاحزاب المشكله لهذا التحالف هذا. انت كيفاش كتقرا هذه المعلومه هذه؟ لا، ولكن هذه ما فيهاش نقاط محدده هذه بالنسبه لها لغه. يعني ماشي فقط حزب واحد، يعني هما كاملهم غيديروا ميثاق واحد. فيها مجموعه، ولكن شتنا ما بين القول والفعل، لانه القول شيء والفعل الممارسه هي اللي كتمشي كل شيء. ولكن على انا تنعتقد على انه تكون نظافه اليد اولا في هذا الميثاق، بحيث انه يكونوا وزراء نزهاء، فهمتي، ويكونوا وزراء اللي مستقيمين، ماشي وزراء اللي كيتنهبوا المال العام. هذه وحده. نعم. النقطه الثانيه هو ان يكونوا على درجه عاليه من الكفاءه، ماشي يجيو ست وزر. نعم. نظام الغنائم اللي كان في السابق واللي ربما دارته احزاب اللي مشكله من هذا الحكومه هذه مارست الشأن العام، ما خصوش يكون. نعم. ثالثا وهو انه محاربه الفساد. ورابعا وهذه النقطه اللي مهمه، وهو انه الاستعانه بكفاءات اخرى من خارج الاحزاب في الاداره، في ككتاب عامون ككذا الى اخره، انه كاين كفاءات اخرى اللي خارج الاحزاب اللي حتى شي واحد ما تيهضر عليها. نعم. الا كنكونوا امام نظام الغنائم، اي توزيع الحقائب على حساب الاحزاب اللي كاين، هذا ديالي نعطيه هذا كذا الى اخره. اكثر من ذاك صاحب الجلاله نفسه انه الكفاءات اللي التعيين ديالو المستشار ياسر الزناقي. نعم. مش لانه محسوب على سميتو التجمع الوطني الاحرار. نعم. التجمع الوطني كان انك سيده، لانه كفاءه. نعم. السيد هذا لانه كفاءه على سلطه في البلاد، ولهذا الاحزاب حتى هي خاصها تنفتح على الكفاءات ديال المجتمع، خاصه في تسيير الاداره وتسيير الكتابات العامه، وخاصه واننا عندنا قليل ديال الكفاءات العليا راه قليله بزاف في المغرب. بفعل النظام ديال التعليم اللي ما تعطيش هذا، بفعل هذا النظام ديال توزيع الغنائم، اي واحد تيكون كاتب عام، تيكون وزير، تيكون كذا. نعم. الدليل على ذلك يعني انت كتبان لك ان الكفاءه هي المهمه وخاصها تبان في هذا الميثاق هذا. ولايتها الان
الكاتب العام ديال وزاره التشغيل هذيك الفضائح ديال نعم. احمد فقط انا ما كنقبلش هذا الكلام هذا، لاننا ما يمكنش لنا نتكلموا على احمد الا فقط تسمعني، ما يمكنش نتكلموا على اشخاص يعني ونضربوا في الصوره ديالهم، ما عندناش جميع المعطيات. بالوثائق نشرتها الجرائد. نعم هذه نشرتها الجرائد، ولكن حنا باش نتكلموا احمد باش نتكلموا عليها الان خاصنا معطيات محدده ونوضعوا الناس في الصوره. كاينه وثائق كنقول لك اسيدي نشرتها. نعم احمد نكملوا في الموضوع ديالنا فقط. بلاغ النائب العام اللي خصو يفتح تحقيق. نعم. هذه القضيه هذه بمثابه بلاغ النائب العام اللي خصو يفتح تحقيق، الا كان بريء الله يهنيه. نعم شكرا لك احمد. ما فعلته مؤخرا. فقط احمد انا غنسولك سؤال اخير في الميثاق ديال الاغلبيه الا كان ممكن. هذا الشيء انا كنسرد هذا الشيء باش ما نعاودوش نطيحوا في هذه الممارسه. نعم وحنا يعني العمل ديالنا محدد بضوابط احمد، ما يمكنش نضربوا في اشخاص او ناس بلا ما نحطوا له تقول لك وثائق. ما خصناش نطيحوا في هذه الممارسات هذه اللي دارتها هذه الحكومه هذه المنتهيه والجم. ما خصناش نطيحوا في هذه الممارسات، واهم حاجه وهو ربط المسؤوليه بالمحاسبه واحاله المفسدين على القضاء. نعم شكرا لك احمد على الكلمه ديالك. اطار مدينه الرباط. ودائما فقط نذكر بكلمه اخيره انه بعض الناس اللي تكلمنا عليهم او بعض المعطيات اللي عطيناها يعني على الهواء مباشره كيسمعونا ملايين الناس، خاص معلوماتنا تكون مضبوطه وعندها ضوابط يعني محدده، يعني كتولي خبر مقدم للجميع والخبر محدد حتى هو بضوابط باش ما نظلموا حتى حد. دائما لكم الكلمه على 0522 77 24 لكم الكلمه على اصوات للمستمع رأي. عبد الرحمن مدينه مكناس 47 سنه بناء. عبد الرحمن صباح الخير واهلا بك معنا الاصوات. اهلا بك عبد الرحمن. عبد الرحمن كان ممكن في الراديو تسمعنا من الهاتف اذا كان ممكن اولا باش نقدروا نسمعوا لك مزيان. اي اخويا انا كنطلب من الحكومه الجديده نعم تغيير على كل شيء. نعم الصحه نعم. عبد الرحمن فقط اذا كان ممكن تنقص شويه من الراديو تسمع لي من الهاتف فقط يعني باش نقدروا نسمعوك مزيان عبد الرحمن. واخا سيدي. نعم عبد الرحمن اذا تكلمتي على الصحه وكذا نعم الدرك، المهم جميع المسائل اللي كانت في المغرب كنطلب تغيير. كطلب فقط التغيير، يعني خصو يتضمن هذا الميثاق ديال الاغلبيه اللي تكلمنا عليه اللي غادي يتقدم. نعم خصو يتكلم على الصحه شنو خصو يدار فيها، مثلا التعليم شنو خصو يدار فيه، ومجالات اخرى اللي كتبان لك حتى هي خصنا نتكلموا عليها. شنو هي عبد الرحمن؟ اخويا التعليم فيه المشاكل. نعم. الصحه، السبيطارات المشاكل، الدرك المشاكل، البوليس المشاكل، القضاء المشاكل، وكنطلبوا التغيير على هذا الشيء يولي من جديد. نعم. وحتى بالنسبه البنادم كيما كان راه فيه المشاكل، كنطلبوا من كل شيء تكون التضامن والتعاون وكل واحد يخدم من جهته. نعم عبد الرحمن شكرا لك مدينه مكناس 47 سنه بناء. غادي نواصل النقاش معكم على 0522 77 24. أصوات جرأة النقاش الحر والمفتوح. أبو سعد من مدينة الدار البيضاء مقاولة. أبو سعد صباح الخير وأهلا بك معنا على الأصوات. أبو سعد أهلا بك معنا على الأصوات. وي صباح الخير سيدي. اهلا بك معنا. يعني سمعتي المستمعين تكلموا في عدد من الاشياء اللي بغاوها، اللي كنرجعوا للمحور ديال الصحه، التعليم، القضاء. واش كيبان لك هذه الاشياء اللي خاص تكون فيها محددات مضبوطه تلتزم بها الحكومه في الميثاق ديالها، يعني في الميثاق ديال الاغلبيه ام لا؟ لا هادشي ما فيه حتى شي شك. هادو يعني مفروغ منهم بعد هاد الحقائق كلهم خصهم يكونوا ماشيين مزيان ماشي. انا نوضع واحد السؤال. نعم. شفنا في الجرائد هاد الايامات الاخيره باللي السي عباس الفاسي بغى يجازف في البركه نسيبو بغى يخليه. نعم يعني نعم ابو سعد سيبو سته بغى يخلي ولده. نعم. عيط للسي بن كيران قال له اجي عندي وزير ولدي هو وزير. نعم يعني هذا الكلام ما عرفتش الى اي حد صحيح. ما يتبدلش في هذه البلاد. نعم. حزب الاستقلال اللي بقى هادي دابا 40 عام ولا 50 عام دار شي حاجه. نعم. ابو سعد يعني بغض النظر على توجيه كلامنا لحزب الاستقلال، انا فقط ابو سعد صحيحه. نعم. صحيحه جديده صحيحه وقويه باش نساندوا الملك وباش نساندوا هذا المغرب باش يزيد الامن. واش كتجيبوا لنا هذوك الناس ديال الزمان ويقولوا لكم هذو اللي كاينين لان هذاك ولدوا والاخر ماشي ولدوا بوسته ولا بوسبعه ولا يمشيو يرتاحوا شي شويه هما ولادهم راه ما ندحش مراكش ولدوا ما يمكنلوش يدخل عاوتاني. نعم. ابو سعد واش المساله ديال التشبيب مهمه بالنسبه لك والكفاءات مهمه؟ جديده وقادره وكومبيتونت الله يخليك. نعم. وواحد الاشاره اخرى خصو يعطي اشاره كبيره
هما هاد ديال الفساد اللي كانوا كلهم ديال السنساس اللي نعم الملف المعروض على القضاء ولا عامين هي تتقلب وتتنبش وجبرات شحال ديال المسائل و115 مليار ديال الدرهم 115 مليار ديال الدرهم. نعم فين مشات؟ فين هما هاد الناس؟ مازال ما تحاكموا مازال ما كاين والو. نعم يعني بالنسبه لك فانا هي السيارات فانا هي ليزابيسمون بوبليك ديال المغرب كل راه هادشي راه خصهم اشارات قويه لو بغى هذا المغرب يتمشى للامام. نعم ابو سعد. نعم بغيت نشوف هذا المغرب دابا هادشي اللي باقي لي باش نعيش باش نشوفوا في واحد الصوره جديده وافضل ونقيه. نعم ابو سعد الكلمه ديالك وصلت من دين الدار البيضاء مقاول. شكرا لك الكلمه ديالك ودائما غادي نواصلوا النقاش على 0522 77 24 دائما لكم الكلمه على أصوات للمستمع رأي. غادي نواصل معكم النقاش في الموضوع اللي اخترناه او المواضيع اللي اخترناها اليوم. يعني بالنسبه لرئيس الحكومه يعني الاشياء اللي غتجي من بعد يعني حصل توافق مبدئي حول الهيكله الحكوميه غادي يتم الاعلان عنها. كذلك ميثاق ديال الاغلبيه ولا يعني قريب باش يتم الاعلان عليه. وحنا جريناكم النقاش في هذا الموضوع. ميثاق الاغلبيه شنو الاشياء اللي بغيتوا تكون فيه انتم كمواطنين مغاربه ضمن لكم او تكون وثيقه العمل بيناتكم بين هذه الحكومه هذه الاشياء اللي غتقدمها لكم وغتلتزم بها قدامكم وغادي تطبقها خلال الولايه يعني ديال الحكومه الحكوميه المقبله. عبد الرحمن من مدينه الدار البيضاء غادي نواصلوا معاه النقاش. لحظه عبد الرحمن صباح الخير واهلا بك معنا الاصوات. وي صباح الخير سيدي. عبد الرحمن رايك كيهمنا في الميثاق ديال الاغلبيه. اولا الاشياء اللي كتبان لك انت مهمه في هذا الميثاق خصها تخرج فيه. والاشياء اللي كتبان لي أنها مهمه جدا واللي يمكن لها تحسن العلاقه ما بين المواطن وما بين المسير هو ان خصها تكون واحد الشفافيه اولا في جميع يعني المجالات. وخاص تكون واحد يعني ماشي الاشخاص هم خاص تكون الكفاءات. نعم. الكفاءات هي خاص تكون قادره على تحمل المسؤوليه وعلى تسير الامور هذه على احسن ما يرام. نعم عبد الرحمن انت كاطار تجاري الا تكلم لك بعض المعايير اللي خاصها تكون مضبوطه مثلا غادي تطرحها الاغلبيه الحكوميه في الميثاق ديالها الان اللي غادي يقول لك هالميثاق قدمناه لك الاشياء اللي غادي نخدموا فيها المجال. انت شنو هي الاشياء سولتك يعني اللي بغيتها بالضبط تكون مثلا واش في التجاره مجموعه من الاشياء واش في الصحه واش في التعليم واش في القضاء يعني مثل بقيه المستمعين واش عندك نفس الراي ام انا كتفكر انت في اشياء اخرى جديده؟ وحنا خصنا يعني راه يعني كل شيء واضح. يعني خصنا حنا نتبعوا كاع الدول يعني اللي تقدمت فين مشات. كاين مجالات راه باينه في التقدم ديال الدول. كاين اول حاجه هي التعليم. الا كان التعليم صحيح فغيعطينا واحد المواطن صحيح فيعطينا واحد السير يعني جيد فيعطينا واحد النمو كبير. الا كانت الصحه يعني متوفره فالمواطن غادي يكون يعني مرتاح غادي يعطي واحد العطاء غادي يعطي واحد النمو الاقتصاد ديالو وغادي يكون يعني سعيد من ناحيه ديال يعني ديال العطاء لها وحب لهذا الوطن. نعم. المساله ديال العدل خصها تكون واحد العدل يعني لماذا نسميه العدل؟ خصو يكون عدل عادل يعني بين جميع المواطنين نعطيو لكل حق لذي حق حقه. اذا انسان ادى يعني دار واحد مثلا واحد الخطا لا وزير ولا مواطن عادي ولا كيف ما كان ديالو خاص له محاسبه. نعم. هذا هو اللي خصو يكون عبد الرحمن فقط بغيت نكمل بجمله اخيره من عندك باش نقدروا نعطوا لبقيه المستمعين الحق في الكلمه. عبد الرحمن اللي بغيني كنتمنى من هذه الوزاره فانها خصها تكون منسجمه. فانا ضد بان خص الحزب العداله هو اللي يسير ولا الاستقلال وهذا خص يكون انسجام في الهيكله ديالها. نعم. الحسابات ديالها واللي كتهمنا هي النتيجه تكون مرضيه للوطن حتى نتفاداو ما وقعت فيه الدول الاخرى وان شاء الله ونعيشوا بسلام ونعيشوا وراء قائدنا اللي الله ينصروا جلاله الملك اللي هو اللي لحد الان الحمد لله اللي غالب يعني نعم. بهذا البلاد في بر الامان. نعم عبد الرحمن اطار تجاري مدينه الدار البيضاء شكرا لك الكلمه ديالك وغادي نواصلوا معكم خلال اللحظات على 0522 77 24. Pour plus de fraîcheur et de vitalité, buvez les jeux Elboosten, riches naturellement en vitamine C. أصوات للمستمع رأي. صلاح مدينة الدار البيضاء 28 سنة سائق. صلاح صباح الخير وأهلا بك معنا الأصوات. صباح الخير خويا. أهلا بك صلاح. إذا كان ممكن ناخذ من عندك آخر متصل بسرعة الميثاق ديال الأغلبية إلى خرج أنت كمواطن مغربي شنو هي الأشياء اللي بغيتها تكون فيه؟ خص تكون تغيير بزاف فهمتي. نعم. اول حاجه مثلا الدراسه
نعم. مثلا السائقين دابا هذا المشكل اللي عندهم فهمتي. نعم. ماشي بزاف دابا. يعني يكون قريب منك المشاكل اللي قريبه عليك. مثلا السكن مثلا فهمتي. نعم. صلاح للاسف وصلنا نهايه فقرتنا اليوم او نهايه لكم الكلمه، غادي نشكرك.